صار لي حيل هواي ما رايحة على بيت أهلي. أتذكر آخر مرة رحت لهم قبل يومين، واليوم جمعة، خل استغلها واروح لهم، خل أخابر على أمي أشوفهم موجودين بالبيت لو لا. ألو، هاي أمه، شلونك أخبارك؟ والله حيل مشتاقة لكم، اليوم قلت راح أمر لكم. بنيتي الله يخليك، بسرعة اشتاقيتينا، هو انت غير قبل يومين كنتي يمنا، انت بس لا جاي تتعاركين ويا زوجك او عندك فد مشكلة وجاي تجين علينا كل شوية. لا والله يمه ماكو اي مشاكل بيني وبين زوجي محمد، بالعكس اصلا زوجي محمد كلش يحبني، بس انا قلت لازم امر لكم اليوم، وتعرفين بي انا ما اقدر على فراقكم، اذا مو بين يوم ويوم امر لكم. ماشي بنتي، كل الهلا بيك، تنورينا. مع السلامة يمه. أقول لك محمد، أريدك توديني اليوم على بيت أهلي، كلش مشتاقة لهم. أقول لك عيني، أنت قبل يومين كنت يمهم، قوم يومية رايحة لهم، هسه يقولون هذا زوجها ما يريدها وكل شوية داسة لبيت أهلها. أقول لك ترى أهلي مو مثل أهلك، هسه أنت ما تريد تخلص من عندي توديني على بيت أهلي. والله يا عيني هو ما أريد أخلص منك، أريد أخلص منك، امشي خل أوديك لبيت أهلك. أقول لك أحمد، أختك المتزوجة راح تجي علينا، اريدك ترتب البيت وهم تجيب لنا بيبسي. اقول لك يمه ما تقولي لي منو جاي علينا، هي اختي قابل غريبه، ارتب البيت واروح اجيب لها بيبسي. اي واذا اختك يا ابني ما يصير، لازم ترتب البيت وهم تجيب لنا بيبسي. تمام تمام يمه، راح ارتب البيت واروح اجيب لها بيبسي. هاي يمه، شلونك اخبارك؟ مشتاقت لك والله. هلا بيك بنتي، نورتي، شلونك انتي اخبارك؟ اقول لك يمه شنو مغيرين شي بالبيت؟ شو احس البيت متغير. بنيتي الله يخليك، هو انت صار لك يومين من عفتينا، ايش قابل عفتينا صار لك 5 سنين، هو نفس البيت ما تغير بيه اي شيء. زين المطبخ وين يصير؟ ما جاي اتذكر. المطبخ على يدك اليمنى. زين الحمام وين يصير؟ الحمام على يدك اليسرى. زين هذا المكان اللي قاعدين بيه شنو اسمه؟ ما جاي اتذكر. هذا المكان اللي قاعدين بيه اسمه هول، لعد لو ما صار لك 20 سنه قاعده ويانا، شو بسرعه نسيتي يا عيني؟ اقول لك يمه شو جاي احسك كبرانه وطالع شيب براسك، شو بسرعه كبرتي؟ اقول لك ترى انت سويتيها بلا ملح، ترى لحيتي كافي. اني اسفه يمه، ادري بنفسي لحيت، المهم اني رايده من عندك شغله، بس صراحه كلش مستحيه. بنيتي عيب عليك، شنو تستحين؟ قولي شنو تريدين؟ اقول لك يمه رايده هاي القنفات اللي قاعده عليها كلش عجبتني، ومثل ما تدرين زوجي محمد كلش يحب القنفات ويموت عليها، وكل ما راد يشتري لي قنفه اقول له ليش تصرف فلوسك؟ اهلي موجودين، هسه هم ينطوني قنفات ببلاش. تمام عيني، ولو هاي القنفات كلش عزيزه على قلبي، بس هاي اخذيها عيني اخذيها. مشكوره يمه ما تقصرين، ما راح اخذ هاي القنفه اللي قاعده عليها، راح اخذ القنفات اللي يمها. طبعا راح اودي القنفات البيت زوجي وارجع لكم. تمام. طبعا ما راح تاخذين هاي القنفه اللي قاعده عليها لين ما بي حيل اقوم. المهم الله وياك عيني، ترجعين بالسلامه. واخيرا صارت عندي قنفات بالبيت بدون ما اشتري وببلاش. الحمد لله يمه، خليت القنفات ببيت زوجي، وزوجي تخبل قال شنو ذول اهلك؟ شنو هالكرم اللي عندهم؟ ما مصدق. يا معوده ما تقولي لي قابل نطيناكم، هي قنفات. يما اريد من عندك شغله ثانيه ولو مستحيه من عندك صراحه. مو قلت لك بعد لا تستحين، احنا اهلك، اكو واحد يستحي من اهله؟ قولي شو تريدين؟ باع يما، زوجي محمد عازم اصدقائه باكر على غدا، واني ما عندي بطل زيت، عندك بطل زيت قدرين تنطيني؟ يا معوده هاي بطلين زيت مو بطل واحد، هاك. ويما صراحه انا مخلصه تمن، فرايده من عندك تمن فد 5 كيلوات هيك. هاك عيني، هذا تمن 5 كيلوات. ويما رايده دجاجتين، لين عيب اصدقاء خو ما اخلي لهم بس تمن، اصدقاء كلهم دكاتره ومهندسين، ما يصير اخلي لهم بس تمن قدامهم، لازم اخلي ويا التمن دجاج، فرايده دجاجتين يما اذا عندك. وهاي الدجاجتين هاك عيني تفضلي. يما انا راح اودي هاي الغراض اللي نطيتيني اياها البيت زوجي وارجع لكم. ماشي عيني، الله وياك. والله ما مصدقه، بطلين زيت وببلاش، ودجاجتين وببلاش، و5 كيلوات تمن وببلاش، الله يحفظكم اهلي. وديت الغراض يما البيت زوجي، وما احكي لك زوجي محمد
راد يصير بي شلل من الفرحة. قال شنو ذولا أهلك ايش قد يحبوك؟ يا معودة هي بطلين زيت و5 كيلوات تمن ودجاجتين قابل شنطيناكم. يمه وهم رايدة من عندك شغلة ولو مستحية شوية. قلت لك 1000 مرة لا تستحين قولي. يمه خطية زوج محمد كل ما يقعد الصبح ما يشرب غير بس شاي وياكل خبز شوية ويطلع للدوام. خطية كان كل ما يقعد الصبح يفتح الثلاجة يقول بالكتك وجبن بالثلاجة وما يلقى خطية جبن ويريد يروح يشتري جبن. اقول له لا تشتري جبن اهلي موجودين هسه هم ينطونا جبن. فيما عندي الجبن تنطينا؟ ماشي عيني هاي العلاقة بيها انواع الجبن هاك. السلام عليكم عيني شلونكم اخباركم؟ قومي بنيتي سلمي على ابوك. هلا بابا شلونك اخبارك كلش مشتاقت لك والله. هلا بنيتي شلونك؟ ايش عجب شو صار بين يوم ويوم ويوميه جايه علينا بس لا متعاركه ويا زوجك محمد؟ لا بابا ماكو اي مشاكل بيني وبين زوجي محمد بالعكس كلش يحبني زوجي محمد ويخاف علي بس انا ما اقدر اعوفكم لازم بين يوم ويوم اجيكم. تمام بنيتي كل الهلا بيك باي وقت تجين هذا بيتك بعد بيت اهلك. يابا هاي الشحاطة اللي لابسها زوج محمد صار له سنة كاملة يدور عليها بس يريد يلقى من هاي الشحاطة اللي لابسها ما جاي يلقى. فيابا اذا تقدر تنطينا اياها. اقول لك ايش دعوة صار له سنة يدور على الشحاطة اللي لابسها؟ هو انتوا غير صار لكم 6 شهور من تزوجتوا؟ اي يابا يعني بهاي ال6 شهور كان يدور على هاي الشحاطة وما لقاها ابد. فاذا تقدر تنطينا هاي الشحاطة. ماشي عيني هاي الشحاطة ونطيها لزوجك. ويما رايده فد 30 قرصه خبز بالبيت ما عندنا ولا قرصه. اقول لك بنيتي الله يخليك شنو انت جاي ضحكين علي قبل شويه تقولين زوجي يقعد من الصبح يشرب شاي وياكل خبز شلون تقولين ما عندنا ولا قرصه بالبيت؟ لا يما الخبز اللي كنت اقصد عليه اللي كان ياكله زوجي كان خطيه لا نص قرصه لا ربع قرصه وكانت يابسه بالقوه ياكلها. عيني هاي بيها 50 قرصه مال خبز هاك تفضلي. مشكورة يمه ما تقصرون راح اودي هاي الغراض البيت زوجي وارجع لكم. وديت الغراض يمه للبيت وما احكي للزوج شلون فرح بالشحاطة مال ابويا راد يصير بي سكتة قلبية. قال شنو ذولا اهلك؟ عادي يا معودة قابل شنطيناكم ذهب. يمه رايدة من عندك هم فد شغلة وهم صراحة مستحية من عندك. يعني هم رجعنا على سالفة المستحى. قولي يا معودة قولي شو تريدين؟ لا تظلين كل شويه مستحيه ومستحيه احنا اهلك لا تظلين تعصبيني يلا قولي. يمه صراحه هاي الملابس مالتش كلش عاجبتني. دائما زوجي يقول لي تعال اشتري لك ملابس. اقول له لا ليش تصرف فلوسك اهلي موجودين هم ينطوني ملابس. اخذيها عيني كل هاي الملابس قدامك. شكرا يمه ما تقصرين شلون ملابس تخبل بعد ذوقك هذا. يمه وهذا الموبايل اللي لازمته كلش عاجبني صراحة تقدرين تنطيني اياه؟ ماشي عيني ما دام الموبايل عاجبك هاك تفضلي. يمه موبايل ابوي هم كلش عاجبني اقدر اخذه وانطيه زوجي محمد لان خطيه زوجي محمد صار له 3 اشهر يدور على موبايل زين ما جاي يلقى. فانا قلت له ليش تصرف فلوسك اهلي موجودين هسه هم ينطونا موبايل. بنيتي تريدين الموبايل مالتي هاك عيني هذا الموبايل. زين يابا موبايلك مواصفاته زينه كاميرته زينه. والله يا بنيتي انا اصلا اسم الموبايل ما اعرفه نوبه تريدين اعرف كاميرته زينه لو لا انطي زوجك وهو يعرف بالموبايلات. شكرا يمه شكرا بابا راح اودي هاي الموبايلين والملابس البيت زوجي وارجع لكم. اقول لك محمد جاي شوف هاي القنفات والغراض اللي بالبيت هاي كلها جبتهم من اهلي جاي شوف اهلي شلون كرماء مو مثل اهلك. هسه اهلك شو يقولون علي؟ هسه ببالهم انا اللي اقول لك روحي تشحدي من اهلك وجيبي غراض لبيتنا بعد اذا تسويها وتروحين تشحدين من اهلك وتجيبين غراض الا اطلقك. يلا انا رايح للشغل. انا هم رايحه على بيت اهلي راح اقول لهم كل شويه هددني ويقول لي راح اطلقك. اقول لك يمه وديت الغراض البيت زوجي وزوجي والله افتهمنا زوجك تخبل زوجك صار بي سكتة قلبية زوجك صار بي حالة نفسية زوجك صار بي شلل زوجك توفى من الفرح. افتهمنا والله افتهمنا. لا يمه مو هذا الموضوع انا مو وديت الغراض البيت زوجي هددني قال لي بعد اذا تاخذين غراض من بيت اهلك راح اطلقك.
فانا قلت ما دام زوجي جاي يهددني وراح يطلقني باي وقت، ليش ما تنطوني هذا البيت مالكم كله وتسجلوا لي اياه باسمي، وبابا حبيبي هم ينطيني السياره مالته ويسجلها باسمي، شو تقولون؟ اقول لك انت سويتيه حل بلا ملح، بالله نطيناك البيت، احنا وين نقعد بالمخيمات، ما اريد اشوف خلقتك بعد هنا، طبك مرض انت وزوجك، يلا طلعي برا، زوجناك وما خلصنا منك، شو دولي؟